ايه بتكلمي مين؟ ما يديلكش الحق ان انت تقف قدام باب شقتي وتتصنت عليا. لا دي حاجه انا كنت بكلم انا عمي عيالك، انا عمي عيالك، يعني المفروض اسالك مين جه ومين راح وبتكلمي مين وبتعملي ايه، ده من حقي. يا حبيبي والله لو عاوزه حاجه هقولك، مش عايزاك تشيل همي بس. والله العظيم لو عايزه حاجه هقولك. خلاص بقى، المهم بس انت تخلي بالك من صحتك وتاكل كويس. يا حبيبي والله لو عاوزه حاجه هقولك. ماشي يا حبيبي، لا ما تقلقش. ماشي خلاص، ماشي اتفقنا. ماشي يا روحي، باي باي، مع السلامه. بتكلم مين؟ مرات اخويا حبيبي؟ مين ده اللي بيتكلمه وتقول له يا حبيبي؟ لا الموضوع ده ما يتسكتش عليه، انا لازم اقول لامي الحبيبي حبك برص وعشا خرص. لا مش هنزل، هطلع لامي الاول. ماما. ايوه يا حبيبتي. انا لبست، هنزل اروح مع البيت ايمان مشوار واجي. طيب يا حبيبتي ما تتاخريش. لا مش هتاخر، هنشتري بس شويه حاجات كده وارجع لك. طيب خلي بالك من نفسك. عايزه حاجه؟ احمد يما ايه اللي رجعك يا ابني؟ اسمعيني بس دلوقتي. ايه في انا ايه؟ دلوقتي كنت نازل ايوه. وسمعت صوت كده عند باب مرات اخويا، صوت بتقول ايه؟ لواحد يا حبيبي وخلي بالك من نفسك يا حبيبي. ايه قله الادب دي يما؟ ما يمكن بيتكلم اخوها ولا ابوها، ان بعد الظن اسم يا ابني. اخوها مين وابوها مين؟ يا حبيبي يا بنتي ده كانت عاش. بتضحك وشكلها كانت مبسوطه قوي يا حبيبي. والضحكه كانت لا مليانه انا قوي يما. هتعيط وهي بتكلمهم يا ابني. لا يما انا مش مرتاح للموضوع ده، في حاجه غلط. هي ما صدقت ان اخويا مات ولا ايه؟ ده انا هنزل اطين عيشتها. بس على بس راي بس. اختي فعلا كلامها مظبوط، اختي كلامها مظبوط يما. انت قلقتني ليه؟ وعشان جوزها تعالي بقى يا بنتي متوفي ننزل لها. هتعمل اللي بتعمله ده عيب. طب اهدى يا حبيبي. كفايه ان احنا مسايبينها قاعده في الشقه هي وعيالها وما بنتكلمش، واكلها وشربها وشايلين كل طلباتها. كمان انت قله ادبها؟ لا الكلام ده ما ينفعش ما لها يما. حق تعمل كده. هي عايزه بقى شايفه لها شوفه تاخد بعضها وتروح عند اهلها وتسيب العيال وتتكل هي على الله. مش مريحينها. طب انا هنزل واعرف المرأة. كل حاجه. اهدى انت كده، تعالي معايا يا نهل، خدي خلاص روحي لها انت بقى وشوفي هتعملي معاها ايه، عشان انا ما ينفعش اخش لسانها يطول عليها. اقعد يا احمد. يعني اجي معاكوا ولا اعمل ايه؟ لا ما تجيش. لا انا هاجي معاكوا. لا انا هاجي. تعالى. يا ربي. ايه ده؟ ازيك يا مرات اخويا؟ ايه الدخله دي؟ في ايه يا حماتي؟ قولي لي يا سعاد، انت بتكلمي مين في التليفون وبتقولي له يا حبيبي؟ واخده التليفون جنبك ليه؟ هات التليفون ده. وبعدين انتوا بتتصلطوا عليا ولا ايه؟ لا مش بنستنى، احمد اللي سمعك. حصل يعني انت ولا ما واقف حصلش؟ بتتصنت عند باب الشقه. انا ما كنتش بتصنت عليك، انا نازل رايح شغلي لقيتك بتقولي يا ايه يا حبيبي ومع السلامه يا حبيبي وخلي بالك من نفسك. معناها ايه؟ بتكلمي ما مين؟ يديلكش الحق ان انت تقف قدام باب شقتي وتتصنت عليا. لا دي حاجه انا كنت بكلم انا عمي عيالك، انا عمي عيالك، يعني المفروض اسالك مين جه ومين راح وبتكلمي مين وبتعملي ايه، ده من حقي. انت قاعده في بيتنا. هو انت ما صدقتي ان اخويا مات خلاص؟ ما بقالكيش حد؟ بصي يا سعاد، انا مش هدي فرصه لاي واحد غريب يجي وياخد مكان ابني وياخد حاجه ابني. اوعي. انا شوف كنت بتكلمي مين. دوري كده. ما يديكيش الحق ان انت تعملي كده ابدا، تمسكي تليفوني. هاتي تليفوني. احنا بنحافظ عليكي. طيب طالما انت كده خايفه ان احنا نمسك تليفونك يبقى في حاجه. لا مش من حقك ان انت تشوف ولا من حقي. اما من حق انا مين؟ بس عشان خاطر بس هي ما تفهمنيش غلط، حماتي ام جوزي الله يرحمه، كنت بكلم اخويا اهو. بصي يا بنتي، ايه مش من حقي كمان اكلم اخويا واقول له يا حبيبي؟ الله اعلم بقى. الله هو اعلم، كل واحد ونيته والله. الاسم المكتوب اخويا، الله اعلم باللي جوه. ماشي يا ستي تشكري. بصي يا بالظبط بنتي، على راي كلام اختي. انا قلت اللي عندي. احنا بنحافظ عليكي وبنحافظ على مال ابننا، انت فاهمه؟ محدش غريب هياخد مكان ابني، فهمتي؟ يلا يا ولاد. ولو هياخد بتقولك بره، ملكيش حاجه هنا ولا ليكي عيال عندنا. ليه بتطلعوا الوحاشه يعني؟ ليه بتطلعوا الوحاشه مع اني مفيش اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي؟ انا بس بعرف دي معلومه. بنتبلى عليكي يعني؟ بنتبلى عليكي؟ حصل ولا ما حصلش؟ هو انت كان فين صوتك لما اخوك كان عايش؟ ما كنتش بتخبط على باب الشقه ولا كنت تستجرأ بس تبص لي البصه دي، ولا كان صوتك يعلى عليا؟ عشان هو اولى ببيته، هو دلوقتي
عند ربنا، ربنا لا هو يرحمه. كان عارف ومطلع وكان شايف اللي انتوا بتعملوه لكن فيه. عياله مسؤولين مني، من حقي ان انا اعرف امهم بتعمل صح ولا غلط. طب يا حماتي خلاص كده الموضوع خلص. يعني ايه فتحة الباب تفتحها لنا دي يعني؟ يعني خلاص انا واحده دلوقتي عايزه اخد راحتي في شقتي وليا خصوصيتي. لا يا ماما، انت دي بتكرشي شقة ابويا وامي الله يرحمه، البيت كله بتاع ابويا وامي. ابويا الاول طبعا الله يرحمه، وامي ربنا يديها الصحة والعافية. نازلين بتتهموني في شرفي، فبعد اذنك يا نهله انت ومامتك واخوكي اطلعوا شقتكم. يلا يا احمد يا ابني، يلا بصي يا يا بنتي. وانت بنتي يا نهله هيجي يوم وهتشوفي اللي بتعمليه فيا. يلا يلا يا يلا يا ام. انا قلت لك كلمه ويا ريت تحطها حلقه في وداني. اما تكوني عايزه تقولي لي كلمه يا حماتي تنزلي لي بطولك، ما تجريش الاتنين معاكوا ويسمعوني، انتوا تسمعوني الكلام انتوا التلاته. معلش احنا اولادها حقك عليا. بس بقى بس يا نهله. يلا يا ام. يلا يا احمد. يلا نهله يلا. وانا مش هكسر لك كلمه، دي شقتك فعلا طول ما انت ماشيه تحت طوع امي ومخليه بالك من عيالنا. مالك يا ماما؟ ده اللي لازم يحصل. بقول لك ايه، احمد فين؟ في اوضته. طب ناديهولي. ليه يا ماما؟ بعدين هتعرفي ناديه يا لهله. حاضر يا ماما. مش منك الحق والله. احمد هو ده اللي لازم يحصل. خد يا احمد. ايه ياما في حاجه ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي اما اقول لك. روحي يا بت بعيد. انا بحب اقعد في النص. يا بت بقى تعالى اقعد جنبي يا احمد. حاضر تعالي يا نهله كده، انا هقعد جنب امي حبيبتي. خير يا أيوة حبيبه قلبي. تسمع كلامي وعشان كده انا بحب. حبيبتي حبيبتي ما نحرمش منك. بص يا ابني يا حبيبي، انت عارف ان سعاد صغيره وصبيه وحلوه والعين عليها مهما حصل مصيرها تتجوز. تمام. طب ايه المشكله؟ انا ايه لا ايه موضوع انا يعني دلوقتي؟ المشكله ان انا مش هسمح لحد غريب يقعد وياخد ولاد اخوك. وياخدهم ليه؟ ما هي ومال اخوك؟ انت أنا مش- تسكتي خالص لما اتكلم يا بنت. انا مش فاهم برضو ياما، انت عايز توصلي ايه بالكلام ده؟ انا مش فاهم برضو، فهمينا كده. انا مش عايزه حد غريب يدخل على ولاد اخوك. افهم يعني انت اللي تتجوزها. ايه الكلام ده ياما؟ هو ده اللي يحصل وده العقل. لا 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 كلام لا لا. العقل. يا ماما ده اول بخته، ده لسه ما اتجوزش. قولي لها والنبي قولي لها. بقول لك ايه، ياما انا نفسي احب، نفسي اتحب، عايز اعيش حياتي. انا هتعيش ايه اللي حياتك. يبليني انا مع مرات اخويا؟ انا لسه لسه عايز حد كده يعيش معايا اول لحظه كده. يا واد اخوك اتجوزها وهي عندها 16 سنه، ده هي لسه تم ال20. الله اسم يرحمه الله بقى. صغيره الله يرحمه. ولاد اخوك ما يروحوش لحد غريب وفلوس اخوك. لا ياما انا مش موافق على الموضوع ده بصراحه. لا هتوافق. انا عمري ما جت في دماغي ولا فكرت فيها اصلا في الموضوع دوت. لا يا احمد لو على الفلوس يبقى لازم، فلوس ايه؟ عشان الفلوس بتاعتنا يا احمد ما تروحش بره. يا ست فلوس ايه؟ امك بتتكلم عشان خاطر عيال اخوكي. لو الفلوس برضه. يا ست فلوس ايه وزفت ايه؟ العيال قبل الفلوس، محدش غريب يربيهم، انت اللي هتربيهم. وفلوس اخوك الله يرحمه انت اللي هتشرف عليهم، الاخر هيروحوا لاولاده، بس انت عمهم اولى بيهم. ياما وعلى أنا راي المثل جحا اولى بلحم طور. طب وانا ايه ذنبي دلوقتي انا اشيل الليله دي يعني؟ ذنبي ايه؟ ان اخويا ربنا رحمه وانا دلوقتي اللي اشيل مسؤوليه بيته وعياله ومراته؟ انا ذنبي ده ثواب ايه؟ كبير عند ربنا. ماشي. هتربي اليتامى، ما هو بالرضا بقى، بالرضا لو انا عايز وهي عايزه. هتحبها البت حلوه وتتحب إحنا هنقول وطيبه لها ومحترمه. عارف انت لو لفيت الدنيا مش هتلاقي في ادبها واخلاقها. ياما انا ما برفضلكيش اي طلب ياما، بس انت ده مش اي طلب انت تطلبيه مني. اسمع كلام امك تكسب، واعمل اللي بقول لك عليه يا احمد. حاضر ياما، شوفي اللي انت عايزه تعمليه اعمليه ياما، وانا من ايدك دي لايدك دي. انا هقعد واتكلم معاها وهقنعها. انا عارفه ان هي كانت بتحب اخوك ووفيه. اسمع كلامي يا ابني، ربنا يبارك لك. خلاص ياما، ما انا قلت لك ياما شوفي اللي انت عايزه تعملي ايه واعمليه، وانا قلت لك انا من ايدك دي لايدك دي. هعمل ايه تاني؟ طيب انزل وقت اطلب ايديها يعني؟ لا انا هقعد واتكلم معاها الاول، واللي في الخير يقدمه ربنا واللي في علمه يتمه. قوموا بقى دلوقتي. انا هروح معاكي. انت بالذات مش عايزاكي تيجي معايا، ليه يا ماما؟ لسانك فلت مني. لا مش هتكلم والله ما عندي. مالكيش دعوه، انا هروح اتكلم لوحدي. لا هاجي.
مش عيال اخويا وخايفه عليهم، هاجي مش انت هقول كلام حلو، ما تخافيش ما تخافيش. خلاص يا ابني. ماشي ياما، انا قلت لك اللي انت شايفاه اعمل ايه ياما. اول مره اشوف امي تبقى قلبها على عيالها. طيب انا اللي قايمه وسايباكم. يا جرى الله ايه؟ انت مبسوط عاجبك يعني اللي امك بتقوله دوت؟ خليك ناصح، عشان انت اولى بالفلوس اللي عندها والفلوس اللي في البنك، اعمل لك مشروع. ست انا معايا كتير اللهم بارك، يعني ابويا سايب لي قد كده، انا مش مستني القرشين اللي عند ولاد اخويا، انا مستنيهم. ماشي، ما انت برضه هتكبره لهم وانت برضه هتستفاد. مش خلاص امك نزلت تطلب ايديها، يحلها لا ربنا مش بقى. هننزل دلوقتي، عادي. هننزل بالليل، انا رايحه معاها. طيب انا ماشي، هشوفها بتعمل ايه. طب روحي، مش لاقيين لي نصيبه. تعالي يا حماتي. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله يا حبيبتي. ازيك يا مرات اخويا يا حلوه؟ الحمد لله يا نهله. عامله ايه؟ كويس. عاملين اعمل لكم حاجه تشربوها؟ لا اقعدي، عايزاك روح هناك كده يا بنت، اقعدي يا حبيبتي جنبي. توكلي زعلتي مني من المره اللي فاتت يا سعاد. لا ما زعلش منك يا نهله. ولا مني يا بنتي. لا يا حماتي، ربنا ما يجيب زعل. طب بصي بقى يا حبيبتي، انا جايه لك كده في كلمتين واسمعيني للاخر. سامعاكي. طبعا انت صغيره ومسيرك هتتجوزي. وانا عمري ما اتجوز يا حماتي بعد جوزي. معلش انت دلوقتي بتقولي كده، بس مسيرك هتتجوزي، وعشان كده انا جايالك وعايزاكي لابني. ابنك مين؟ احمد اخويا. ايه يا حماتي اللي انت بتقولي لي ده؟ لا طبعا انا عمري ما اتجوز اخو جوزي ابدا. يا بنتي هو اللي هيربي ولاد اخوه. وانا هو رحت أولى. فين؟ انا هربي انا عيالي، انا ما طلبتش من حد ان هو اما يربوهم. محتاجين لأب. لا مش محتاجين لحد. انا انا معاهم ام واب، ما تقلقيش انت من حاجه. انت ايه مشكلتكم؟ انا عايزه افهم. وانت هتلاقي زي اخويا فين؟ بصي يا بنتي، انا بكلمك كلام العقل. احمد هو اللي هيحافظ على ولاد اخوه، محدش هيحبهم ويحافظ عليهم قده. فعلا غريب ماما. لا، عمر الغريب ما يحافظ عليهم. وانا عماله اقول حبيبتي وبتاع، انا عرفت ان فيها انت حاجه. حبيبتي يا سعاد من غير اي حاجه. طب يا حماتي بصي، اقفلي معايا الموضوع ده خالص، ما تفتحوش معايا تاني، وانا مش هفكر في جواز ولا حتى من قريب ولا من غريب، فعايزاكي تحطي في بطنك بطيخه سيفي. انا مش هتجوز بعد جوزي الله يرحمه. متأكدة؟ متاكده وواثقه من الكلام اللي انا بقوله لك. افرضي حصل. اسكتي انت، كم مرة ما قلت لك ما تستغليش الأحداث. تتكلميش. حاضر يا ماما. طب بصي بقى، اسمعيني يا بنتي، ان فكرتي تتجوزي هتطلعي كده بطولك وملكيش حاجة. امانه عليكي ما تكملي وتخلي النفوس تشيل من بعض. مش النفوس، انا لا بكلمك امانه عليكي، وبعرفك. عشان مخاطر انا مش هعمل حاجه زي دي. ما تخلينيش قاعده في البيت خايفه منكم، او ان انت لا يا بتهدديني. لا انا ما حدش انا مش هيهددني. بخوفك، يبقى ما تهددنيش. انا مش بهددك، انا امال بتقولي لي ايه؟ تطلعي بطولك ومش بطولك، يعني معنى كده ان انتوا تاخدوا مني عيالي. يعني معناها ان انت مسيرك هتتجوزي وتفكري في الجواز وتطلعي بره. قلت لك محدش غريب يربي ولاد ابني، يا اما عمهم يا اما مش هتتجوزي خالص. عايزه تتجوزي يا بنتي حقك. انا يوم ما افكر في الجواز مش هفكر في عمهم، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا يوم ما ابقى اتجوز هاخد عيالي، لان عيالي في مسؤوليتي انا. لا مش معاكم انتوا. لا مش تاني هيبقى حاجه، معاك لما ابقى معاك. اتجوز يبقى حضرتك اتكلمي، لكن ما تسابقيش الاحداث وتتكلمي دلوقتي. انا الموضوع اتقفل معايا ومحدش يخبط عليا تاني، عشان انتوا تعبتولي نفسيتي. طب انا قلت لك كلمتين وعقليهم وفكري. لا خلي ابنك يدور على عروسه ان شاء الله ربنا يكرمه. انا ازاي اتخيل ان انا في يوم ابقى قاعده انا واخو جوزي الله يرحمه في مكان واحد وانا مراته؟ انا مش متخيله ان انا مرات حد تاني غير هو جوزي الله يرحمه وبس. عادي. وانا قاعده على ذكراه ومش عايزه تاني خلاص. بتحصل في كل العائلات، العم بيتجوز مرات اخوه. لما ده عادي. هي موافقه بالموضوع. حماتي الموضوع اتقفل، انا ما عنديش كلام تاني اقوله. لما ابقى اجي واعمل اي حاجه زي دي ساعتها نبقى نتكلم. ماشي، اديني قلت اللي عندي يا بنتي. وانا قلت اللي عندي يا حماتي. طيب فكري برضو وردي عليا. مفيش تفكير. يلا يا نهله. نورته. خليكي كاتماني على طول كده. هعمل ايه؟ مش
مش هيسيبوني في حالي. انا ازاي اتجوز اخو جوزي؟ اعمل ايه عشان يسيبوني في حالي واقعد اربي عيالي وما بقاش قاعده في صراعات كل شويه نازلين يهددوني بكلمتين؟ انا لازم اشوف حل. قولوا لي اعمل ايه بجد، انا خلاص نفسيتي اتدمرت. ربنا يسامحكم.